كلنا سمعنا عن الهرم الرابع بس محدش شافه. بس النهاردة احنا شفنا الهرم الرابع. الكلام ده كان في احتفالية أعظم نادي في الكون، أهلي استثنائي. شفنا هرم إنجازات النادي الأهلي في الموسم ده ب 28 بطولة في كافة الألعاب في النادي. شفنا حفل مشرف وإدارة مشرفة ونادي يشرف أي حد ينتمي ليه. شفنا مندوبين شركات الرعاية وهي بتأمل بالتعاون المستمر مع الأهلي لسنين كتير جاية. شفنا الكابتن بيبو الأسطورة، كابتن بيبو اللي قعد اكتر من 2.5 ساعة بينتظر الوقت اللي هيتسمح له فيه بالكلمة بتاعته بكل احترام وبكل ادب. سمعنا كلمة الكابتن الخطيب وهو بيقول اللي جاي صعب وجماهير الاهلي هي مفتاح السر لتجاوز اي صعب. سمعنا النصيحة بالتواضع وشفناها وهو بيسلم على احد ضيوف الحفلة وهو بيقوم بمنتهى الاحترام عشان يحيي الضيف. شفنا تكريم لذوي الاحتياجات الخاصة وتكريم للعيبة، تكريم عم حارس وعم رجب عمال غرفة الملابس. عم رجب حضر مع الأهلي 300 بطولة، يعني تاريخه أعرق من تاريخ أندية كتير. وتكريم روح عم عطية والد اللعيب مروان عطية. النهاردة كان يوم الحصاد، حصاد تعب موسم استثنائي، موسم بطولات. ورسالة للبعض اللي بيفسدوا علينا فرحتنا، يا ريت وانت فاتح التلفزيون وبتتفرج على حفلة الاهلي يا ريت تبص كده تحت الكنبة اللي قاعد عليها، يمكن تلاقي عقد امام عاشور تحتيها.